السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض السمك البوري. هو عادة بيتعمل مشوي، بس احنا هنكسر القاعدة النهاردة وهنعمله مقلي. ودي الخلطة اللي انا عملتها. انا قلت اعملها لان هي مش مستاهلة اعملها واوريها لكم. ادي دي معلقة توم وقرن فلفل احمر وبشر جزراية ومعلقة خل كبيرة وكمون وملح وليمون. وادي قلبتها في بعض اهو. وادي هتبل بيها السمكتين بتوعي. يلا ننضف السمكتين وبعدين نقطعهم جزر عشان هما ما شاء الله كبار عشان يبقوا مرتاحين اكتر. واحنا بناكلهم ويبقوا الدنيا مظبوطه. وادي اهو انا هبدا هنضفه بالمبشره دي حلوه جدا للتنظيف قشر السمك من بره. تمام كده، هننضفه بالشكل ده. هيبقى سهل علينا ان احنا نشيل كل القشره الخارجيه اللي هي دي. تمام كده، هتطلع معانا بسهوله. طب لو انا عايزه بتاع ده اشويه، طبعا ما بنشيلش القشره الخارجيه دي، بنخليها. يلا ننضفه من جوه ومن بره. ادي اهي السمكه اللي احنا نضفناها من جوه ومن بره. شايفين بقت ناعمه ازاي؟ اللي هو نضفتها من بره بالمبشره دي. تمام كده، اللي هو بالقشره دي تشيلي دي بيها القشره كلها، ولو ما عندكيش اعملي بالسكينه عادي. طب ونضفتها من جوه، فتحتها بالمقص من اول هنا لحد الاخر، وبعدين شلت كل الخياشيم اللي هي دي، شلتها بالمقص. شيلي دي كلها. تمام كده، كل الحاجات دي تشيليها بالمقص، والديل تقصريه لحد ما يوصل معاكي كده. تمام كده. طيب، ومن جوه هتفتحيها بالمقص وتشيلي كل المصارين وترميها. ولو عندك فرشه زي دي نضفي بيها القلب، بيخليها حلوه جدا وبتنضف حلوه قوي. طب لو ما عندكيش افركيها بايدك السمكه من جوه، نضفيها كويس قوي من جوه بايدك. يلا نعمل التانية. ادي اهو انا نضفته وقطعته. شايفين؟ قطعته على 3 حتت بالشكل ده كل سمكة. وادي بالشكل ده اللي هو بقى زي الفل. شايفين؟ اللي هو لازم تنضفيه كويس قوي، وكمان نشطفه شطفة كمان قبل ما نتبله. يلا بينا. ادي اهو انا حشيت السمك من جوه ومن بره بالتتبيله اللي انا عملتها. شايفين؟ وحطيت كمان من بره، وكمان هنرش الليمون من فوق كده. تمام، ونحط الفصوص معانا. انا عصرتهم وبأكد عليهم تاني اهو. ونسيبهم بقى في التلاجة نص ساعة ساعة، اللي هو مش اكتر من كده. يلا ندخلها التلاجة. ادي اهو السمك بعد ما طلعته من التلاجة انا سيبته ساعة. وادي هحضر الدقيق بتاعي اللي هنزل فيه السمك. يلا بينا ننزل السمك في الدقيق، ونحضر طبق فاضي عشان نطلع فيه. ادي اهو بعد ما بقى جاهز ان هو خلاص. ادي اهو بعد ما عملته. شايفين؟ اللي هو خلاص انا عفرته بدقيق. لازم تحطي الدقيق كويس قوي وتحطي من جوه ومن بره. يلا بينا بقى نسخن الزيت. انا سخنت الزيت كويس. نبدا ننزل بقى بالسمك بتاعنا. ادي اهو يبدا ياخد وش الناحيه دي، وبعدين نقلبه على الناحيه التانية. لازم طبعا نكون مسخنين الزيت كويس قوي، يعني يكون سخن جدا اللي هو خلاص عشان ننزل فيه السمك. ادي السمك اهو بعد ما خلصناه. شايفينه؟ بقت حاجه يعني تفتح النفس. طبعا لازم تحطي تحتيه حاجه، فانا حاطه تحتيه خضره تكوني مقطعاها، وممكن كمان ترشي عليه، فبيبقى حاجه حلوه جدا. اللي هو في شكل التقديم بيبقى شكله شيك وشكله يفتح النفس، يعني حاجه لذيذه. واحنا عاملين جنبه رز صياديه. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.